السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض كده حاجة حلوة قوي كلنا بنحبها، هي كنافة بالمانجا. بصوا بقى يا جماعة، انا ما عملت الصينية ولا اتنين، انا عملت صاج زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا بنحبها قوي، فعشان كده انا عملت الصاج اللي انتم شايفينه الجميل دوت. كمان النهارده هعملها لكم على ذوقي كده، يعني بالطريقه اللي انا بحب اكلها بيها، مش بالطريقه الاصليه بتاعتها. شوفوا بقى الطريقه ديت والطريقه الاصليه واحكموا انهي احلى. انا بالنسبه لي ديت احلى، اللي حابب يعملها بالطريقه الاصليه برضه هقول لكم عليها، بس عامه بالنسبه لي ديت احلى واسهل كمان كتير قوي. بصوا يا جماعه شكلها عامل ازاي، شايفين؟ جميله كمان اقتصاديه جدا، زي ما هتشوفوا انا وبعملها. هتشوفوا المانجا مش هتكون كتيره قوي فيها، عشان طبعا زي ما انتم عارفين دلوقتي مفيش مانجا في السوق. طبعا اللي عنده مفرز الفريزر، واللي ما عندوش هيشتري من بره. عشان كده ما حبيتش اكتر فيها المانجا قوي، واستعملنا بقى منتج تاني كده يحسسنا بطعم المانجا، وان المانجا كتير قوي فيها وعايمه وغرقانه في المانجا. بصوا يا جماعه، طبعا اللي يشوفها كده هيفتكر ان المانجا كتير قوي فيها وغرقانه فيها، بس هي الصراحه يعني انا ما حطيتلهاش مانجا كتير ولا حاجه. شايفين يا جماعه الجمال بتاع الكنافه بتاعتي؟ يلا بقى عشان ما نطولش الفيديو اكتر من كده، نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه هجيب نص كيلو من الكنافه، احطها في الفريزر ليله كامله. لازم نحطها في الفريزر عشان لما نيجي نفتفتها تتفتفت معانا بسهوله. طبعا لو هي ما تفتفتش معاكي، يعني لو هي الكنافه بتاعتك لسه طازه او ما تفتفتش معاكي، يعني ما لحقش ان هي تجمد بالشكل دوت، حطيها في الكبه واديها ضربه كده او اتنين، هتلاقيها نعمت برضو سهله خالص. بس انا بالنسبه لي بجيبها قبلها بيوم، يعني ديت جايباها امبارح بالليل، وتاني يوم فتفتها بالشكل اللي انت شايفاه دوت. فتفتي بقى الكنافه بتاعتي بالشكل دوت كده لغايه لما خلصتها. شايفين؟ طبعا التكتلات الصغيره ديت لو ناشفه قوي شيليها، لا مش ناشفه قوي خلاص سيبيها، يعني عادي مش هتعمل اي حاجه. بصوا بقى اتفتت ازاي. بعد ما فتفتناها هنجيب بقى، عندي هنا كوبايه من السمنه او زبده، يعني زي ما انت حابه. انا عامه عندي سمنه بلدي، عشان كده هطلع كوبايه من السمنه البلدي. طبعا السمنه البلدي بيكون طعمها حلو قوي في اي حلويات، مش في الكنافه بس. بصوا بقى هنقلب كده، هنحاول ان احنا نغلي في الكنافه كلها بالسمنه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. لغايه طبعا الكنافه معايا طريه، لان هي يعتبر طازه، انا جايباها بالليل يعني ما عداش عليها فتره في الفريزر، فعشان كده هنحسها ان هي طازه مش ناشفه خالص. بس هي كانت متلجه شويه. بصوا بقى بعد ما طريت اهيت وفتفتها وحطيت عليها السمنه، جبت بقى الصاج اللي هحط فيه الكنافه ودهنته كده بدهنه من السمنه. وبعد كده رحت منزله الكنافه كلها وسويتها كويس جدا بايدي. هدخلها الفرن على درجه حراره 230، يعني اعلى درجه حراره عندك، لمده 25 دقيقه بالظبط، وهتطلع بالشكل اللي انت شايفاه دوت. اول ما تطلع من الفرن هنسقيها بشربات بارد، والكنافه هتكون سخنه زي ما انت سامعه الصوت كده بالظبط. الشربات هنا عملناه ازاي؟ كوبايتين من السكر على كوبايه ونص من الميه على عصره ليمونه، 10 دقايق على البوتاجاز ونطفي عليه. وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. بصوا بقى زقيناها كده وهنسيبها بقى لغايه لما تبرد تماما، لولا ما نحط عليها الكريمه. مش هينفع نحط عليها الكريمه هي وسخنه لانها هتسيح، لازم نسيبها تبرد تماما بعد كده نحط عليها الكريمه. تعالوا بقى نعمل الكريمه بتاعتي مع بعض. 2 باكت من الكريم شانتيه، هنضيف عليهم كوبايه ساقعه متلجه من الميه. ضفنا ال2 باكت كريم شانتيه، هنضيف عليهم هنا كوبايه ساقعه متلجه كده من الميه، ونقلب بقى المكونات دي كلها، وبعد كده نضربها بالمضرب كويس جدا لغايه ما نحصل على القوام اللي هوريهولكوا دلوقتي. بصوا بقى الكريم هنا كانت تقيله شويه، فاستخدمت ربع كوبايه تاني من الميه. بصوا ضربتها كويس كده، حسيت ان هي القوام بتاعها تقيل شويه اهي زي ما انتوا شايفين كده. فضفت لها بقى ربع كوبايه كمان من الميه. لو انتي بقى حابه تعملي روزيتات من فوق كده او ورده او اي حاجه، يعني زيني بيها من فوق، شيلي منها شويه هي وتقيله كده عشان تعرفي تحكمي فيها في الكيس الحلواني. لكن لو انت مش هتعملي لها اي حاجه زي ما انا عملت كده، خلاص يبقى زوديها شويه، يعني خفيها شويه، ما تخليهاش ان هي القوام بتاعها يكون تقيل قوي. ودلوقتي بقى بعد ما خلصنا الكريمه هنجيب بقى الكنافه بعد ما بردت تماما. جبت بقى الكنافه بتاعتي وغلفتها كلها كده بالكريم شانتيه. بصي حطي بقى كميه الكريمه كلها، كميه الكريمه هنا زي ما انت عايزه، حابه تزودي الكريمه اكتر من كده براحتك، حابه تقلليها عن كده برضو براحتك. دلوقتي بقى بعد ما خلصت ادخلها التلاجة لغايه ما اقطع المانجا، وبعد كده اطلعها تاني. بصوا بقى انا قطعت المانجا اهيت
وطلعتها هي كمان من التلاجة. دلوقتي بقى هضيف لها المانجا كده، قطع المانجا ديت. طبعا زي ما انتم شايفين المانجا عشان ساقعه فلازقه كده في بعض. هننزل بقى مكعبات المانجا دي كده عليها. حطي برضو الكميه اللي انت عايزاها براحتك خالص. انا هنا محبتش اكتر او مانجا عشان تبقى اقتصاديه شويه، وفي نفس الوقت هنحط لها بقى هنا الخليط اللي هيخليها طعمها كلها مانجا كانها غرقانه في المانجا. دلوقتي بقى ضفت قطع المانجا كلها، وتعالوا بقى اقول لكم على الخليط اللي هيخليها غرقانه في المانجا وطعمها كلها مانجا. هو الجيلي يا جماعه. جيلي المانجا دوت هينقل الكنافه بتاعتي في حته تانية خالص، هيخلي طعمها تحفه وكمان ريحتها جميله، والشكل بتاعها كانها بصوا غرقانه كده في المانجا. عندي هنا باكت من الجيلي، هحط عليه كوبايه من الميه المغليه. هقلب بقى كويس جدا كده بالمضرب لغايه ما مكونات الجيلي دي تدوب خالص كده في الميه. ودلوقتي عندي هنا كوبايه صغيره من عصير المانجا. هو مش عصير، هو البيور بتاع المانجا، يعني المانجا خام بدون ميه، انا ضربها في الخلاط بدون ميه. بصوا بقى قلبت الجيلي كويس قوي كده مع الميه السخنه. دلوقتي بقى هجيب بيور المانجا اللي انا قلت لكم عليه اهوت. شايفين تقيل ازاي؟ هنزل كده ديت نص ديت كوبايه كبيره، هنزل نصها كده يعني حوالي كوبايه صغيره من هي كوبايه الشاي العاديه. وهقلب بقى كويس جدا. ممكن كمان تضيفي لها شويه كمان، انا بعد ما قلبتها كده حبيت ان انا اضيف لها شويه كمان. قلبت بقى المكونات كلها كويس كده. طبعا المانجا اللي انا حطيتها ديت مانجا ساقعه قوي، فبردت الخليط دوت لو سخن مش هينفع ينزل على الكريمه، لازم يبرد شويه. فطبعا المانجا اللي انا حطيتها كانت ساقعه قوي فبردته شويه. بصوا بقى هنزل بقى كده على الكريمه. طبعا الكريمه عندي هنا عشان كانت في التلاجة فهي اوريدي ساقعه، فاول ما حطيت عليها الخليط دوت مسك على طول. يعني هي كده هتدخل التلاجة حوالي نص ساعه بالكتير وهكون جاهزه للاكل. اقل من نص ساعه كمان، مش هكمل نص ساعه، لان زي ما بقول لكم انا بحط الخليط دوت على الكريمه لقيت ان هو بدأ ان هو يجمد. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله جميله جدا. طبعا الجيلي مخلي يعني الكنافه بالمانجا ديت في حته تاني، طعمها جميل جدا جدا. الكنافه مسكره مع الكريمه متوسطه مش مسكره قوي، مع الجيلي مزز شويه والمانجا مسكره، يعني بجد كانت تحفه يا جماعه، بجد تحفه. انا بحب اعملها كده. لو انت حابه بقى تعمليها بالطريقه الاصليه بتاعتها اللي هي نفتفت الكنافه بعد ما تستوي او نحمرها على البوتاجاز زي ما عملت في فيديو معاكم قبل كده، اعملوها. بس عامه يعني انا بحب الطريقه ديت جدا. الطريقه التانية بتكون بحسها ان هي تقيله قوي، ديت مش تقيله، خفيفه خالص، وفي نفس الوقت مكلفتناش كتير، ودي اهم حاجه. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وكمان اشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وباي باي.